هاد الكيكه خصيصه للناس اللي كيعجبهم الكيك بمذاق الشكلاطه. الا ما جربتيهاش اختي بلا ما تبقاي تضحكي على راسك وتقولي كديري الكيكه، كتجي رائعه في المذاق ولا في المنظر كذلك، شي حاجه مختلفه. ضروري انك تجربيها. الا عندك شي صاحبتك اولا شي وحده من العائله عارفه هذه ما محشمه بها الكيكه، بارطاجي معها هذا الفيديو اولا طاقيها في التعاليق. ندوزو المكونات. غادي نحتاج 4 ديال الحبات ديال البيض، كنضيف عليهم شويه ديال الملح، 8 غرام من السكر المنسم بالفانيلا اولا معلقه صغيره، كاس ديال السكر ما عامرش بزاف تقريبا 140 غرام ديال السكر سنيده. غادي نحرك المكونات مزيان حتى كيندمج ليا داك البيض مع السكر. غادي نضيف عليه كذلك كاس من الزيت ما يعادل تقريبا 190 مليلتر. الكاس ما عامرش مزيان 190 180 مليلتر. صافي كنعاود ندخل ديك الزيت في الخليط. غادي نزيد كذلك كاس ديال الحليب ما عامرش بزاف كيما شفتوا، ما عمرش الكاس بزاف، ما يعادل تقريبا 140 مليلتر. عندي واحد اليوغور، بما اني غنستعمل في هذه الكيكه الكوك فانا غادي نسمها بالكوك. الا بغيتو ديروا ديال الموز اولا ديال الفانيل اللي يعجبكم اولا بدون نكهه تيبقى الاختيار ديالكم. انا درتو بالكوك باش يزيد يعزز ليا النكهه. صافي غادي نخلط هذا الخليط كله. وهنايا باش قبل ما نضيف الخميره والدقيق جيت كنحضر دوك الكويرات ديال الكوك اللي احتاجيت ليهم كاس ديال الكوك تقريبا 75 غرام. غنضيف عليه 2 ديال المعالق كبار عامرين ديال الحليب المركز والمحلى، وكنخلطو كنعجنو كيف ما شفتوا معايا، وكنشكل منه كويرات. انا درتهم هنا صغار، تقدروا ديروهم كبار بالحجم اللي بغيتو. المهم صافي وغادي نعاود نرجع للخليط ديال الكيك كيف ما كتشوفوا معايا. كنضيف ليه الدقيق. غادي نحتاجو 2.5 ديال الكيسان ديال بعبر كاس العنبه اللي هي 250 غرام. غادي نضيف ليها، المهم انا غنضيف هادو فوعات. غنضيف 15 غرام ديال خميره الحلويات، وغنحتاج 2 ديال المعالق كبار عامرين ديال الكاكاو المر. تقدروا ديروا غير معلقه وحده اولا 2 ديال الساشيات صغار اللي هكا كيتباعوا في المغرب، ساشي يعني ديروا 2. ولا ما بغيتوش يعني ديروا غير وحده على حسب نتوما واش بغيتوا المذاق يجيكم مجهد ديال الشكلاط اولا لا. كيف ما شفتوا انا راه كنضيف الكميه ديال الدقيق اللي ذكرت لكم في الاول على دفعات 2 كيسان ونص. صافي كنحرك كل شيء. ما تنسوش تضيفوا معلقه ديال الخل صغيره. راه انا شي مره كنضيفها يعني ما كتبانش ليا في الفيديو لان كنضيف هكذا غير من الفوق. وغادي نحرك داك الخليط كيف ما كتشوفوا معايا. الخليط كيجي ثقيل شويه. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش الكيكه تجي طالعه بزاف يعني عاليه، يديروا واحد المول اللي يكون القطر ديالو اكثر من 24 سنتيم باش تجيكم الكيكه ما عالياش بزاف، وحتى دوك الكريات ديال الكوك غيجيكم في الوسط. انا هنا هاد المول جاني جديد من شي قلت غادي نجربه معاكم، ولكن جاتني الكيكه عاليه بزاف. حتى دوك الكريات ديال الكوك طلعوا هكذا الفوق، يعني ما جاونيش في الوسط ديال الكيك. حاولوا تستعملوا واحد المول اللي كبير. دهنته هنايا بالزيت والدقيق مخلطين كيف ما شفتوا. كنضيف فيه داك الخليط وكنوضع هذوك الكريات ديال الكوك كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. وغادي ندخلها الفرن بارد كيف العاده على 160 170 حتى كنشوفها كتحمر من الاسفل. عاد كنشعل ليها الفوق والتحت بالفرفره حتى كتحمر وكنخرجها. بالنسبه للتزيين غنحتاج هنا الحليب المركز والمحلى باش نهرس ديك الحلاوه ديالو لانه حلو بزاف. غادي نضيف فيه 2 ديال المعالق كبار ديال الجبن. الا ما عندكمش هذا النوع هذا تقدروا يعني جبن كريمي تقدروا ديروا 2 ديال الجبن مثلثات اولا 3 ديال الجبن مثلثات العادي يعني الفرماج اللي كتاكلوا، وتخلطوهم معاه باش كيهرس ديك الحلاوه. هنايا في واحد الزلافه اخرى وضعت واحد 2 ديال المعلقات ديال الحليب المركز والمحلى كذلك، ووضعت عليهم شويه ديال الشكلاط. هادشي غير التزيين وصافي. نتوما ديروا التزيين اللي بغيتو. صافي كنطرب داك الجبن مع الحليب المركز كيف ما كتشوفوا معايا، وكنخليهم جانبا على ما كيطيب ليا الكيك. كيف ما شفتوا راه جاتني تبارك الله ما شاء الله طالعه بزاف يعني عاليه، وانا ماشي من عشاق الكيك اللي كيكون عالي بزاف صراحه الله، غير كاول تجربه للمول صافي. ومن بعد من طبيعه الحال ما كتخليوها حتى كتبرد باش هذيك الصلصه اللي حضرنا ما كتسيلش بسرعه. انا هنايا راه ما خليتهاش تبرد مزيان مزيان لان مع التصوير وهذا راكم عارفين من الاحسن نخليوها حتى تبرد باش ديك الصلصه كتثبت عليها يعني ما كتسيلش. وصافي هنايا لقيت راسي راني كاع ما مشي على الكاميرا ومشى ليا التصوير، ودابا غادي نعاود نشارك معكم الطريقه ديال التزيين كيفاش درت ليها. المهم من بعد ما وضعت هذيك الصلصه كنضيف عليها قطيرات من الشوكولاته السوداء وقطيرات من هذاك الخليط اللي خلطنا فيه الحليب المركز والمحلى وشويه الشوكولاته باش كنهرسوا اللون ديالو يعني كيجي في واحد اللون اخر. كندير كنشكل هذوك النقيطات وكناخذ واحد العود اولا مشوات اولا كندوزها من وسطهم يعني غير مره واحده. شوفوا معايا كيفاش كندير. صافي كتحصلوا على داك الشكل. راه ملي جيت نقلب لقيت والو صافي الفيديو مشى وما صورت لكم والو. وصافي كتدخلوها للثلاجه حتى كتبرد.
خليوها حتى كتبرد تماما عاد باش قدموها. صراحه راه كتجي لذيذه خصوصا للناس اللي كيعجبهم المذاق ديال الشكلاط. البنات كيبقاو يسولوني في اي كيكه حضرتها واش كتجي حلوه، مع ان الكيكات ديالي تقريبا كلهم فيهم الكراميل، فيهم الصلصه، فيهم الشكلاط، واش كتجي حلوه واش كتجي حلوه. الا ما كتعجبكمش البنات الحلوات تبقاو تنقصوا الكميه ديال السكر في الكيك صافي. يعني هذه يلاه جات في المستوى تبارك الله ما شاء الله، راه كتجي لذيذه وشي حاجه اللي تجربوها وتجيكم رائعه. كما قلت لكم انا راه الكيك جا عالي بزاف. شوفوا الكريات ديال الكوك هبطوا، الا درتو شي مول اللي عريض راه غادي يجيكم الكريات ديال الكوك في النصف ديال الكيكه، وكيعطيو واحد المنظر زوين والمذاق كيحمق ما شاء الله. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب ديالكم، كذلك خليو لي التعاليق ديالكم باش تحفزوني لاعطاء المزيد، والى الملتقى ان شاء الله.